نعمك تتر علينا يا ربنا، مقصرين يا ربنا. المطلوب شنو يا ربنا بعد هذه النعم؟ شمس وقمر وليل ونهار وهواء ونعم ومأكل ومشرب ومضيع ومتكع ونعمة ولد ونعمة إسلام ودين وقرآن، وأكبر نعمة نعمة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المطلوب يا ربنا مطلوب إلا العبادة. ما عندك في الكون تتحرك إلا تتحرك تعبد الله بس، ما عندك تاني شغلة بتصنعها فوق ولا تحت. لا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خلقنا للعبادة. شوف ابن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون التوحيد. الله واحد في الكون، ما معه لحاق بعيد ولا معه طيب باعه، واحد. أنما إلهكم إله، تم الآية ناسيت ناس القرآن، إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الله دايرك للعبادة. الله خلقك من ماء مهين وعدك في بطن أمك، دي المرحلة الأولى مرحلة التكوين. أخذت 9 شهور و9 يوم أنت في فندق مجان، ما بتدفع قريش، في قراصة جوا بالتقلية، في لبن بودرة، في برجر جوا هنا. 9 شهور و9 يوم انت في بطن امك في فندق مجان. ان دخل عليك ملك جوا وقال لك بعد ده انت حتمرق وتملك زيت وتملك جرار فيه 22 لسك، ما بتقول لك الضاء يا اخي انت في حاجه بسيطه كده. الله جا قال ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام، السلام عليكم، كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. 9 شهور انت قدر الفريق فرخ الطير قدر التمرة دسع اللي بيشيل قميص وبنطلون وما تعرف نظارات وعباية وقنقباية ويسوي لك نحن أولاد البلد. هذا انت كنت مو تعبان، هذا انت كنت ما فوقك حاجة يا أخي، ضعيف يا أخي والله. الإنسان لما نتولد من بطن أمه غسلوا شخصا لا يعرفه إلى الآن. حداك يجيب لي واحد يقول لك عرفته والله الشخص اللي أنا غسلني عارف يومك طلعت من بطن أمك، غسلتك داية، غسلتك أمك، غسلتك خالتك، الغسلك بتعرف. كان مادي لي في الفيس واحد شايلينه كدي 200 كيلو ونص، ده انت كنت كدي وعمك المانع ده برضه كان كدي. 9 شهور يا ذول انت مركت من بطن امك غسلوه غسيل، لا عندك عبايه ولا عندك جلابيه ولا بتملك قطعه ارض ولا بتملك فيلا ولا بتملك عكاز ولا بتملك كلاش، ضعيف. حترجع ضعيف، ترجع يغسلك شخص برضه ما بتعرف. يوم الموت بتقول اللي بغسل فيه كده منه ما حتعرف. جيت غسلوه غسيل وحترجع يغسلوه غسيل.